علشان توصل للملايين من ولا حاجة محتاج شوية جنان وشوية ثقة في نفسك وفي أحلامك. السر مش في الفلوس، لأ، السر في الباور اللي جواك والشغف اللي بيدفعك والإصرار اللي ما بيخلص. يعني لو حد قالك الطريق صعب قول له هو أنا رايح أعزمك على كباب؟ ده أنا حلمي مستحيل، بس المستحيل عندي زي شكة الدبوس. عايزك تكمل معايا الفيديو ده لغاية الآخر، هعلمك إزاي تجيب فلوس من ولا حاجة. طالب منك دلوقتي بس حاجة واحدة، وهي انك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمل بقى معايا الفيديو لغاية الآخر. أول حاجة تعملها ابدأ بخطوة صغيرة، يعني خطوة على قدها، بس برضو هي بداية رحلة ل1000 ميل. اشتغل بضمير وكمل وما تستسلمش. كل يوم فرصة جديدة تقربك من حلمك، فما تخافش من الفشل، ده جزء من النجاح. اتعلم من غلطك وكمل المشوار. بص يا سيدي، ساعات الحياة بتوريك الطريق طويل وصعب، بس على الله مفيش حاجة مستحيلة. ممكن تحس انك محبط وتروح طاخ واقع، بس كل مرة تقع فيها هي فرصة انك تقوم وتقول يا دنيا. الطريق للنجاح مليان تحديات وصعوبات، بس هو اللي بيخلينا جامدين وصلبين زي الحديد. مهم انك تؤمن بنفسك وتعرف انك تقدر تحقق اي حاجة تحطها في دماغك. كل انجاز كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، وكل بطل كان يوم من الايام مبتدئ. احلامك تستاهل انك تحارب عشانها، وتستاهل انك تستثمر وقتك وجهدك فيها. كل صباح خلي بالك انك اقرب للي نفسك فيه، حتى لو كان تقدمك زي مشية السلحفة. مش مهم السرعة، المهم انك تتحرك في الاتجاه الصح. افتكر ان الفشل مش نهاية العالم، ده درس تتعلم منه وتبني عليه نجاحك اللي جاي. افتكر دايما ان الشمس بتطلع كل يوم ومعاها فرصة جديدة، ودايما في امل وبداية جديدة. امشي بخطوات ثابتة ومليانة ثقة، واسعى لتحقيق احلامك بكل شغف وكل حماس. العالم مستنيك، مستني يشوف منك ابداعك وتألقك، وانك قادر تعمل فرق كبير. ابتسم وخد نفس كده عميق، وابدأ رحلتك بكل ثقة. المستقبل بين ايديك، وانت الوحيد اللي تقدر تشكله وتحوله لحلم يتحقق. بص بقى يا معلم، الثقة في النفس هي اللي هتخليك تكمل لما الدنيا تحلو وتزين في عينك التحديات. اختار اللي بتحبه واشتغل عليه بكل حماسك وطاقتك. الدنيا مليانة تحديات، لكن الإرادة والإصرار ممكن يحولوا الأحلام لحقيقة. كل مرة تحس بيها إنك محبط أو الدنيا واقفة ضدك، اعرف إن دي فرصة تثبت لنفسك إنك أقوى من أي صعوبة. الإرادة هي اللي بتشيلك بعد كل وقعة، والشغف هو اللي بيخليك تستمر حتى لما الدنيا تكون بتلعب ضدك. طريق النجاح مش مفروش بالورد، لكن إيمانك بنفسك هو اللي هيخليك تعدي أي حاجة. كل لحظة تعب وكل دقيقة مجهود هي خطوة تقربك من حلمك. خلي عندك يقين إنك تقدر توصل، إنك تقدر تحقق المستحيل مهما كانت الظروف صعبة. خلي عندك أمل، وخلي شغفك يديلك الطاقة إنك تكمل. الدنيا فعلا مليانة تحديات، لكن أنت عندك القدرة تعديها كلها. خلي قلبك مليان بالشغف وعقلك مليان بالإصرار. خليك مؤمن إن كل خطوة بتاخدها حتى لو كانت صغيرة بتقربك من حلمك ومن هدفك. افتكر دايما إنك مش لوحدك في المشوار ده، في ناس كتير مروا بنفس التحديات وحققوا أحلامهم. أنت كمان تقدر. الدنيا تستاهل إنك تحلم وتكافح علشان تحقق أحلامك. خليك شجاع، خليك مؤمن، وخليك ماشي في طريقك بكل ثقة وعزيمة. الحاجة التالتة اللي عايز أقولها لك دلوقتي، البحث عن المعرفة والتطوير المستمر هو المفتاح الحقيقي للنجاح. اتعلم من تجارب الناس، لكن ما تنساش إن كل واحد ليه رحلته الخاصة بيه. خلي رحلتك تكون حكاية تستحق إنها تتحكى. في كل خطوة بتاخدها وفي كل يوم بيمر عليك اسعى دايما للمعرفة. خلي شغفك بالعلم هو اللي يقودك. الدنيا مليانة دروس وتجارب، ومفيش حد اتعلم من غير ما يغلط. كل تجربة بتمر بيها هي جزء من رحلتك وجزء من الحكاية اللي بتكتبها بنفسك. خليك فضولي، اسأل وابحث وتعلم. خلي عندك رغبة مستمرة في انك تكون افضل، في انك تتطور وتنمو. شوف ازاي الناس واجهت صعوباتها وتعلم منها، لكن دايما افتكر ان رحلتك فريدة من نوعها وان حكايتك مميزة. في رحلتك دي مفيش مانع انك تتأثر بتجارب غيرك، لكن خلي بصمتك واضحة. خلي عندك ايمان انك قادر تكتب حكاية نجاحك بنفسك، وانك قادر تخلي رحلتك ملهمة للناس التانية. ما توقفش عن السعي والتطوير. كل يوم اعتبره فرصة جديدة تتعلم فيها حاجة جديدة، تضيف فصل جديد لرحلتك. خليك مؤمن ان العلم والمعرفة هم السلاح اللي هيمكنك تحقق بيهم احلامك. رحلتك هي حكاية حياتك، اكتبها بحب وشغف. خلي كل يوم فيها يكون مميز. خلي كل خطوة تخطوها تحكي عن شغفك وسعيك المستمر، وفي النهاية هتكون حكايتك تستحق إنها تتحكى وتلهم بيها غيرك
وتسيب بصمتك في العالم. تعال أقولك دلوقتي كمان على رابع حاجة تعملها. عايزك تبني شبكة علاقاتك وما تتكسفش تطلب المساعدة والنصيحة. الدعم المتبادل بين الناس ممكن يكون قوة دافعة كبيرة. عارف، كل واحد فينا محتاج ناس حواليه، ناس تسانده وتدعمه في مشواره. شبكة علاقاتك دي كنز ملوش تمن، هي اللي ممكن تشيلك فوق الصعاب وتخليك توصل لأهدافك أسرع من القطر. ما تترددش إنك تطلب المساعدة، لأن كلنا أصلا بنحتاج بعض. في كل مرة تتعرف على حد جديد أنت بتفتح باب جديد لفرص وأفكار جديدة. الدعم اللي بتاخده من الناس اللي حواليك مش بس بيساعدك في تحقيق أهدافك، لكن كمان بيديلك القوة والشجاعة إنك تستمر. الناس اللي بيحبوك وبيؤمنوا بيك هما دايما موجودين عشان يشدوك لما تقع وعشان يحتفلوا معاك لما تنجح. افتكر إن مفيش نجاح بيجي لوحده، النجاح بيجي بالتعاون والمشاركة. لما تلاقي حد محتاج نصيحة أو مساعدة ما تبخلش عليه. الدعم المستمر بيخلق مجتمع قوي ومترابط، وكل واحد فينا عنده حاجة يقدر يقدمها. شبكة علاقاتك هي جزء من مشوارك، خليها غنية بالتجارب والأشخاص اللي بيضيفوا لحياتك قيمة ومعنى. خلي عندك شجاعة إنك تطلب النصيحة لما تحتاج، وإنك تكون جاهز تدعم غيرك بنفس القدر برضه. في النهاية الحياة مش مجرد رحلة فردية، دي رحلة بنمشيها مع بعض. كل واحد فينا عنده دور مهم يلعبه، ودعمنا لبعض هو اللي بيخلي الرحلة أجمل وأسهل. امشي في طريقك وابني علاقاتك، وخلي الدعم المتبادل يكون هو القوة اللي تدفعك لقدام. صديقي، افتكر دايما كل حاجة بتبتدي بفكرة، بس عشان تحول الفكرة لحقيقة محتاج شغل بجد، إصرار، تفاني. الحياة مليانة تحديات وصعوبات، بس مفيش حاجة بتقدر تقف قدام واحد مؤمن بنفسه بقدراته. مشوار النجاح مش سهل، بس اللي بيفرق بين الحلم والحقيقة هو الشغل التقيل والمثابرة. كل يوم هو فرصة جديدة تتحدى بيها نفسك، تتغلب على مخاوفك، تقرب خطوة من تحقيق أحلامك. افتكر إن كل عقبة هي فرصة تتعلم منها وتكبر. ما تستسلمش وما تتراجعش أبدا، وخليك دايما مؤمن إنك تقدر تعمل المستحيل لو كنت مصمم ومخلص في سعيك. الطريق ممكن يكون طويل وصعب، بس اللحظات اللي بتحس بيها بثمرة تعبك تستاهل كل جهد. خلي عندك إيمان قوي بنفسك وثقة إن كل خطوة بتاخدها هي خطوة نحو النجاح. مفيش حاجة مستحيلة، وكل حلم ممكن يتحقق بإرادة حديدية وشغل على طول. ابدأ كل يوم بحماس جديد ورؤية واضحة لأهدافك، واستمر في السعي بكل شغف وإصرار. احلم، خطط، واعمل بجد، لأنك تستحق تحقق كل أحلامك. لو بتدور على السر فهو جواك. ابدأ دلوقتي وثق إنك تقدر، الدنيا مستنياك وإنت تستاهل توصل للقمة.